السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين من جوه مصر ومن خارج مصر وكل واحد بيشاهدني من أي دولة عربية أجنبية. له مني التحية. النهاردة أنا بتكلم على موضوع القناة. القناة بتقدم حاجات رياضية مفيدة. كل واحد بيعمل لي تعليق حلو، بيعمل لي اشتراك، بيعمل لي لايك. ده شرف كبير جدا ليا. أما أنا بتكلم بصفة أو بخاطب الناس اللي هي مبتدئة. بلاش تلعب تمرينات زي واحد محترف. في تكنيكات في الرياضة انت بتتعود عليها. عدم جسمك خلاص خد التكنيك ده، انت بيبدأ الوزن يطلع معاك في الانقباض والانبساط في اي عضلة صعبة عليك. لازم دي صعبة لانك انت ما لعبتش التكنيك بتاعها صح. لما تلعب التكنيك بتاعها صح بوزن خفيف العضلة بتكبر، بتتقوى، بتتنمى على البرنامج الغذائي. العضله بتكبر معاك. بتعرف ازاي هي ماشيه ازاي. زي واحد بيروح اول مره في طريق وهو ماشي بيتوه، فعد ما يروح اول مره وتاني مره خلاص عرف واتعود عليه. انا مش عايز حد من المبتدئين يبص لوزن ويلعب بيه وهو وزن تقيل. لا، اصبر على نفسك شويه وكرر مره واثنين وثلاثه. هتلاقي نفسك انت من نفسك كده اللي انت خدت على اللعبه وخدت على الرياضه واشتغلت على الرياضه كويس. والتكنيك الصعب معاك هيجي مع التمارين مع الممارسه، كل حاجه بتيجي. في تمارينات معينه في اللعبه، في اي لعبه رياضيه وانت بتلعب الحركه او التكنيك تبقى صعبه بالنسبه لك. ليه بقى صعبه؟ لو انت عديت كام حركه انت لعبتها وكام يوم انت لعبته هتلاقيه صعب. اما لو انت عديت الحركات اللي انت لعبتها ودخلت في ال1000 حركه والحركه دخلت في ال100 يوم، يعني 3 شهور، اعتبر نفسك اللي انت كده داخل على التكنيك الصح وتمشي صح. فتعود على التكنيك الصح. ما تبصش على الوزن في البدايه، لان الوزن في البدايه بيدمر الخلايا العضليه او العضلات. فانت العب تكنيكك كويس ومارس. مع الايام خلال 3 شهور العضله تتعود على التكنيك، هترفع الوزن، هتلاقي نفسك عندك باور، عندك اداء صح، وده اللي يمشي معاك. يا رب يكون الفيديو اتمنى اللي يكون شرحي فاتكم وعجبكم.